أنا اسمي إبراهيم الشيخ currently product cost manager في General Motors Egypt ونورث أفريكا. بقالي في البيزنس حوالي 25 سنة تقريبا، وسعيد جدا إني موجود النهارده معاكم هنا في CFO Factory اللي بعتبرها يعني بحكم سابق الخبرة يعني مع الفاوندرز بتوع المكان هنا أصدقائي وزملاء وشركاء في العمل يعني خلال الفترة اللي فاتت. لو حبيت أدي نصيحة ليكي أو ليك بخصوص البروفيشنال سيرتيفيكتس، it become a must today بالكارنت ماركت داينامكس اللي موجودة دلوقتي. يعني ما بقاش زي ما كنا بنشوف كده زمان في السي في او في الجوب ريكوزيشن اتس ا بلس ان انت يبقى معاك بروفيشنال سيرتيفيكت. كونك ان انت تبقى ام بي هولدر مثلا، او تبقى دي كاكاديميك سيرتيفيكت يعني، او تبقى معاك او تبقي معاكي سي ام اي، سي بي اي، اي سي من السيز دي بلس، وبقت ماست دلوقتي. ومهم جدا جدا ان انت وانت بتدرس الشهاده او بتعد للشهاده ان انت ما تفكرش بس ان انت تاخد الشهاده وخلاص، لا. اعرف مكانك كويس. وميزه المكان هنا CFO Factory، وبحكم خبرتي وعملي مع مصطفى وحسام، هم على درايه جدا بالبيزنس. فانت مش هتاخد بس السيرتيفيكت ككونتنت، لا، هتاخد كمان بزنس اكسبيرينس for you to know يعني I have a good experience business experience كمان، بالإضافة للبيرسونال experience مع مصطفى العربي وحسام الزيات، بدون ذكر أسماء الشركات يعني، ولكن I know them very well. They have very good experience, business experience. Don't focus إن أنت تاخد بس الكونتنت بتاعت السيرتيفيكت وذاكرها وخلاص خدت الشهادة، عديت بارت 1 وبارت 2. الكلام ده ينطبق على أي professional certificate by the way، ولكن اهتم جدا بان انت تفهم بيزنس وتفهم دور الشهاده اللي هتاخدها دي فين في البيزنس، وانت مكانك فين في المؤسسه او الشركه اللي انت شغال فيها. بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ومن نجاح لنجاح.